يسعد أوقاتكم متابعيني الغاليين، إن شاء الله تكونوا بأحسن حال. اليوم رجعت لكم فيديو جديد وعملت المجدرة الفلسطينية وعلى أصولها من قلب غزة المعاناة. إن شاء الله يعجبكم الفيديو ويلا نبدأ. بطنجرة على النار بنضيف مية مغلية، وبعدين بنضيف كوب وربع من العدس البني، وأول ما تغلي المية بنترك العدس من 10 ل15 دقيقة لحد ما يستوي 3/4 استوى، مش استوى كامل، يعني يبقى فيه قرشة صغيرة. وبعدين بنضيف 3 أكواب أرز مغسول، وبنحرك شوي أضفنا شوية مي، يعني اللي يغمر الأرز تقريبا فوقه ب2 سنتي. وهنا أضفنا البهارات، معلقة صغيرة مرق دجاج بودرة، ونص معلقة صغيرة من الكمون والفلفل الأسود وملح. وبعدين أضفنا 4 أو 5 معالق كبيرة من الزيت وحركنا. وأول ما تغلي المية بنغطي الطنجرة وبنخفف النار لحتى يستوي الأرز. وهنا ما شاء الله الأرز مفلفل وصار جاهز، والريحة ما بحكي لكم. وبهذا الوقت بنكون مسخنين الزيت على النار ومحضرين 5 بصلات مقطعين شرائح، وبنقليهم لحد ما ياخدوا لون غامق. مثل ما انتوا شايفين هيك بالفيديو، وهيك بيكون صار البصل جاهز. طبعا البصل المقلي ضروري جدا بوصفة المجدرة. وبهيك بتكون جاهزة أطيب مجدرة فلسطينية بناكلها مع صحن سلطة. وإن شاء الله يكون الفيديو عجبكم، وألف صحة وهنا.